وانا قاعد بكتب عن الفيلم ده بفكر في مليون حاجة، واول حاجة جت في بالي هو ان في ناس كتير مش بتحب الفيلم ده، وانا معرفش ليه رغم انه فيلم فني صرف. وحتى يعني مبدأ حلو، حاول يقدم حاجة فنية بتضحك وكاركترز حلوة من أول كام يظهر بشخصية حزلقوم وصولا للقصص. بس قبل ما نبدأ نتكلم عن القصص خلينا نقول أو نتفق إن هو فيلم فعلا غريب. برغم انه شرح نفسه في عنوان الفيلم الا انه في ناس كتير مش فاهمه ليه سيما علي بابا. خلينا نرجع شويه بالزمن لورا. اول حاجه سيما علي بابا او السينما الكورسات كانت سينما موجوده زمان وعملوها الاجانب في الاربعينات عشان تكون سينما للناس الفقراء اللي ما كانش معاهم فلوس يخشوا كذا فيلم. وكانت السينمات دي بتقدم حاجه اسمها السينما الترسو او السينما الغلابه زي ما بيقولوا عليها، وكانت دايما الهدف منها انها تقدم افلام للناس اللي ثقافتها محدوده او العمال والصناعيه وما الى ذلك من هذه الفئه عشان يتفرجوا على كذا عمل فني بيتعرض ورا بعض. والناس دي مش بتتفرج على فيلم مثلا بيتعرض في نفس السنه، لا ده الفيلم ممكن يكون نزل من سنه او سنه ونص ويمكن اكتر كمان ويتعرض بعدها في سينما الترس. وبرضه في سينمات من النوعيه دي بتعرض افلام اقدم وافلام من دول مختلفه قبل ما يكون في رقابه على المشاهد النودتي في السينما، زي مثلا ما بان تاثيرها اخر 15 سنه. كان عادي جدا ممكن يتعرض للعمال فيلم من افلام النودتي، افلام تكاد ان تكون يعني بورن زي السينما الايطاليه والافلام اللي كانت بتتعرض على الوصفه زمان. ولكن احنا مش حابين نتطرق لده دلوقتي، ولكن خلينا نتكلم بالاخص عن افلام الترسو اللي لقت رواج ونجاح فني كبير وتنافسي في فتره نكس ال67. يعني اغلب الافلام اللي ممكن تكون اتشهرت في الفتره دي هي موجه الافلام اللبنانيه اللي اتشهرت بالبورن او يعني السوفت بورن بعيدا عن الرقابه المصريه. وهي برضه نفس الفتره اللي نزل فيها ابي فوق الشجره لعبد الحليم، وذئاب لا تاكل اللحم لعزت العلايلي، وحمام الملاطيلي لشمس البارودي. ويعني معظم الفنانين لما رجعوا اتكلموا عن التجربه دي سواء بقى بمحاسنها او بمساوئها، ولكن هي دي اكتر فتره اتشهرت فيها سينما الترس. وكان في يعني زي ما بنقول تنافسيه على مين هيجيب الافلام دي الاول. فكانت سيما علي بابا من السينمات اللي دايما بتلاقي الرواج والاهتمام من الطبقه المستهدفه دي. ليه؟ لانها مبدئيا كانت دايما بتقدم الافلام دي اسرع من السينمات التانية، وكمان العمال والصناعية اللي كانوا شغالين في وكالة البلح كانوا بيخلصوا شغلهم ويطلعوا فعلا على السينما دي. ومن هنا تكون سينما الترسو خدت الاهتمام من الفنانين، وبعدين أطلق عليها أفلام الدرجة التالتة. هي أفلام هابطة فعلا، وكانت دي فكرة أفلام الترسو بشكل عام، عبارة عن مجموعة أفلام بتعرض ورا بعض وبتكون بهذا الترتيب: فيلمين مصريين مثلا وفيلم تركي، فيلم هندي، فيلم امريكي. وايا كان ايه نوع الفيلم ده كان النظام والترتيب في اغلب السينمات اللي كانت بتعرض افلام الترسو دي. فسموها سينما الترسو لانها سينما بتضم مجموعه اعمال فنيه تعرض ورا بعض بغض النظر عن حلاوتها او مساوئها. وهي اصلا ما كانتش معموله انها تكون فنيه، ولكن كانت معموله انها تكون مسليه. ففي كلامنا النهارده فيلم سيما علي بابا هو ده واحد من الافلام اللي بتبص على الفكره دي من منظور تاني. ولكن قبل ما نبدأ عايزكم تعملوا لايك وسبسكرايب لأن ده جدا جدا بيساعد ومهم للقناة. ناس كتير لما شافت الفيلم حست إن هو فيلم سيء، وظنوا إن أحمد مكي وأحمد الجندي استسهلوا في الكتابة واستنزفوا الأفكار، زي مثلا إنهم يجيبوا شخصيات جديدة يعملوها بدل ما يروحوا مثلا يجيبوا شخصية حزلقوم. ولكن هم جابوها بسبب نجاحها. أتوقع ما كانش ده السبب الوحيد. الناس كان عندها ظن ان هم عملوا كده زي ما حصل في شخصية الليمبي مع محمد سعد، ولكن انا شايف ان الفيلم عكس كده نهائي. وفكرة وجود الكاميو ده هي فكرة مختلفة عن ادخال الشخصية لعالم مسلسل او غيره. انا مختلف مع الناس في ده، وبالاخص فيلم سيما علي بابا اللي هنعتبره احسن تقديم اتعمل للشخصية دي. مدخل قوي جدا للقصة، وكده كده في الاول وفي الاخر ده فيلمهم والقرار كان كده كده اوريدي في ايديهم. زي ما قلنا ان افلام الترسو هي افلام غريبة، مش شرط تكون حلوة أصلا ومش شرط تكون فنية، هي غرضها الترفيه. وبنلاقي شريف نجيب الكاتب الثالث مع أحمد مكي والجندي في مشكلة، هي إنهم يقدموا فيلم ترفيهي بحت ولا يقدموا منتج منظم للمشاهد في قصة وسيناريو مفيهوش هذا الكم من الإسفاف. ما فعلا ما خدوش نفسهم بجدية إطلاقا، وخدوا الفكرة الترفيهية دي مع العشوائية في العمل زي ما بنشوف في أعمال أحمد مكي إنه دايما بيحب المؤثرات الصوتية والعشوائية في أفلامه اللي متأثر بيها دايما من أفلام تارانتينو. الفيلم عندنا متقسم لجزئين:
الجزء اللي هو الفضاء حرب الكواكب، اللي بيقدم لينا عالم فني مختلف واول عالم ساينس فيكشن في السينما المصريه، ومحاولات انتاج عمل CGI ومؤثرات بصريه كانت فكره جديده علينا واضافه للسينما بشكل عام، غير الاشراف الفني على الديكور والملابس والمكياج اللي اتعملوا بشكل جدا حلو وعبقري. وفي قصة بتتحكي قدامنا فعلا، مش وحشة قوي ومش حلوة قوي، بس هي مش بطالة. اي نعم لطفي لبيب بيطلع يقف قدام الكاميرا وبيرمي رسالة بشكل مباشر زي افلام زمان، الا اننا فاهمين ان ده اسفاف، وده ما يمنعش وجود الافيه في الموضوع. من اول اختيار اسم الكوكب اللي هو ريفو اللي هو بتاع الصداع، وصولا للادوية اللي صرفها الانتاج والكتاب بعد ما اكلوا من كنتاكي وهم بيكتبوا، محاولات خلق الكوميديا ناجحة جدا ومش بطالة، عشوائية ولكن حلوة. الفيلم التاني برضو بيحمل نفس الفكرة، ولكن يعتبر من أول التجارب المصرية اللي بتقدم فيلمين باتنين ستوري لاين ملهمش علاقة ببعض، مش بيوصلوا أو يقولوا حاجة في الآخر. الفيلم التاني كان بيتكلم عن الشجاعة، ولكن برضو بصورة عشوائية وبرؤية مختلفة. كاستنج مكون من 10 أفراد عرفوا يقدموا شخصية أو شخصيتين، والفكرة في حد ذاتها فيها شجاعة إن كلهم بيضحكوا. انا عارف ان في ناس شايفه يعني ان الفيلم ما يستاهلش، بس انا شايف انه من احسن الافلام اللي اتعملت سينما وما خدتش الرواج اللي تستحق، يمكن بسبب مشاكل في التوزيع او الظروف بتاعه الفتره دي بالذات. فيلم في المجمل حابب يقول انا فيلم ترس، ومن الانتاجات اللي ممكن تتفرج عليها وانت زهقان وعايز تتسلى ومش واخد نفسي باي جديه، ودي حقيقه تجربه الفيلم. برضه هو ممكن يكون اتظلم من المشاهد، ان في ناس ما بتحبش تهزر وعندها جرعه كبيره للكآبه ومش حابه ان يكون في فيلم بيضحك ولازم يكون في منه هدف، ولكن القائمين على العمل نفسه ما كانوش واخدين نفسهم بجديه. طول الوقت الإفيه كان ممكن يطلع من اي شخصيه، والموضوع بجد جدا عشوائي، ودي كانت بالنسبه لي حلاوه الفيلم. هو فيلم بيضحك، لو حابب تبص له من ناحيه فنيه فهو انجاز، ولو حابب تبص له من ناحيه كوميديه فهو بيضحك فشخ. لو انت فعلا عايز تضحك وتسف وتفسد دماغك الفيلم ده هيعجبك. لو انت برضه حابب تبص له من جانب فني كوميدي الفيلم ده مناسب جدا ليه. وده بشكل عام رأيي في الفيلم. انا كنت حابب بس اوضح فكره ان سيما علي بابا هو في الاول وفي الاخر فيلم بيوضح فكره الافلام الترسو بطريقه ساخره، وفي نفس الوقت هو ما خدش نفسه باي شكل من الاشكال اللي انا بقول فيها انا فيلم كوميدي جد زي لا تراجع ولا استسلام. لا، هو طلع يتريق ويسف على كل حاجه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. فلو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب، ده جدا جدا بيساعد، وفعلوا جرس التنبيهات. وشكرا ليكم.